صباح الخير يا حبايب. النهاردة قررت أعمل أكلة من اللي بتشبع القلب قبل البطن. قلت أعمل محشي بتنجان كده وفلفل ومعاهم شوية كشيد. اللي هيقولي بقى إيه هو الكشيد؟ الكشيد عبارة عن أكلة نوبية عاملة بالظبط زي كباب الحلة، لكن بدل ما اللحمة شرايح بتكون متقطعة صغير جدا. بجد لازم تجربوها لأني متأكدة إنها تعجبكم جدا. وتعالوا بقى وانا بعمل الغدا كده احكي لكم عن حكاية سمعتها من حد، وبجد من الحكايات اللي اثرت فيا ويمكن عمري ما نسيتها من يوم ما سمعتها. كان في ست كبيرة ساكنة في عمارة بسيطة كده، مش في حي راقي ولا في مكان معروف. بس الست دي كان بيميزها حاجة واحدة بس عن باقي جيرانها، وهي صوت القرآن اللي دايما بيطلع من بيتها. كل يوم تفتحي الشباك الصبح تسمعي إذاعة القرآن شغالة، صوت بقى الشيخ عبد الباسط أو المنشاوي، وتحسي كأن البيت دوت بيسقي الشارع كله بالطمأنينة والهدوء. محدش كان يعرف عنها حاجة، من الناس اللي بتحب دايما تكون في حالها، لكن في نفس الوقت لو قابلتك ترمي عليك السلام وتبتسم في وشك. لكن ولا كانت بتروح عند حد ولا حد كان بيجيلها كتير. كانت ست كده كأنها طالعة من الزمن القديم، مفيش دوشة، مفيش حكاوي كتير، وكل اللي يشوفها يحبها من غير ما يعرف ليه. وفي يوم الصبح جه من غير صوت القرآن. قلنا يمكن راحت مشوار. تاني يوم برضو مفيش صوت. تالت يوم لسه مفيش. الناس في العمارة بدأوا يقلقوا. جرس الباب ما بيردش، مفيش حركة خالص. اتصلوا بالبواب وجم ناس من الحي، اضطروا ان هم يكسروا الباب ويفتحوه. واللي شافوه جوه حاجة تقطع القلب، وفي نفس الوقت تخليكي تحسي برهبة كده غريبة. الست دي كانت نايمة على سريرها، هادية، ملامحها مرتاحة وكأنها نايمة بس مش ميتة. والمصحف كان مفتوح على آخر صفحة كانت بتقرأها. حسيت قد إيه الدنيا دي غريبة. الست دي ما كانتش مشهورة وما كانش عندها ألف صاحب، ولا حتى صوتها كان عالي. ما كانش حد كمان بيجيلها كتير. بس بعد ما ماتت الكل حس بغيابها. اتجمعوا، سألوا، اتوجعوا. ناس كانت ما بتتكلمش معاها كتير، لكن بعد ما ماتت فضلوا يقولوا وهي كانت بركة الشارع. وفهمت ان في ناس وجودها نعمة من غير ما يعملوا ضجة، وبرحيلهم تحس ان الدنيا اتسحبت منها حاجة كبيرة. انا لما سمعت القصة دي حسيت بحاجة غريبة جوايا، اننا ساعات بنجري ورا حاجات كتير، ننجز، نتصور، نتحب، نثبت اننا مهمين، لكن الحقيقة ان في ناس بيبقوا مهمين من غير ما يقولوا ولا يعملوا اي حاجة، غير انهم بيكونوا ناس طيبة، قلوبهم نظيفة ونفسهم حلوة على الدنيا، بيعملوا اثر على اللي حواليهم. يمكن ما كنتش اعرف الست دي ولا شفتها، بس كل مرة اسمع قرآن في الشارع او اشوف ست كبيرة ماشية لوحدها بلاقي قلبي بيرجع لها وبفتكرها، وبقول لنفسي يا ترى انا سايبة اثر زيها؟ يا ترى لما اغيب في حد هياخد باله؟ ولا هكون حد كده عدى في الدنيا من غير ما يسيب اي علامة صغيرة حتى؟ حاسة ان انا عايزة اكون زي الست دي، معيش في دوشة ولا شهرة، بس أعيش في رضا وأسيب حواليا نور حتى لو بسيط. نصيحتي ليكم النهاردة، خدي بالك من الناس اللي حواليكي، اسألي على حد مختفي، ابتسمي لست كبيرة، خلي السلام عادة مش مجاملة، وخلي في بيتك دايما قرآن. شكرا انكم كملتوا معايا لحد آخر الفيديو. الأكل الحمد لله خلص والقلب دفي. أشوفكم على خير في روتين جديد وحكاية جديدة.